السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي. مرحبا بكم في قناة عين على العالم، عين على التاريخ والثقافة وآخر الأخبار والتحليلات الرياضية. اليوم غادي نتكلموا على الفضيحة قرار محكمة الطاس اللي خرجت بتسريبات مزورة كتقول بأن كأس إفريقيا سيكون من نصيب منتخب السنغال، وتسريب الوثيقة كتحسم في هذا الأمر، وجات في واحد الظرفية واحد الوقت مع 12 الليل مباشرة بعد عودة المنتخب المغربي من كأس العالم، من لا كوب دي موند. على غرار هذا الموضوع غادي نوجه واحد الرسالة لدوك المحسدين ديال المصريين. نهار ما طال هما كينقزوا على المنتخب، كينقزوا علينا وكينقزوا على المنتخب ديالنا المغربي، وكيقارنوا راسهم بينا. علاش كتقارنوا راسكم معانا؟ حنا ماركين 10 البيوت، نتوما ماركين غير 8. نتوما خرجتوا خرجتوا بكري، حنا خرجنا في الربع. بغيت غير نعرف هاد السم وكثرة الحسد على الكرة المغربية اللي وصلت وتقدمت للأمام مع فوزي القجع. مع الأسف ما استطعناش وما كانش معنا شوية ديال الحظ أننا نديو ديك الكاس اللي تشمتنا فيها. بصراحة ما عرفناش شنو وقع لينا مع المنتخب السنغالي اللي عرف كيفاش يهبط من معنويات اللعابة ديالنا ديال المغرب داخل الملعب، بعد ما على الحكم على ضربة جزاء واضحة للأسف ضيعها دياز واحتجوا عليها ثم خرجوا من الملعب. المغرب بقيادة فوزي القجع طعن في المحكمة الطاس، والقانون واضح بأن المغرب هو اللي خصو يفوز، خصو يفوز بالكاس، وخص الحكم ديك الساعة ملي خرجوا اللعابة ديال المنتخب السنغالي من الملعب خاص تنتهي المباراة. لكن السذاجة ديالنا وداك الرفق ديالنا بالآخر والمعاملة ديالنا والطيبوبة ديالنا، المعاملة بالبراني، هي اللي خلاتنا نضيعوا المقابلة من بين يدينا، هي اللي خلاتنا نضيعوا المقابلة من بين يدين ديالنا. أحيانا الكرة ما كتكونش منصفة نهائيا، وما نصفاتناش الكرة وما نصفناش التحكيم للأسف. مرة أخرى خصنا ناخدو العبرة بهذا الشيء اللي وقع علينا. لكن الحمد لله كأس العالم بان المنتخب العالمي، بان بأن المنتخب المغربي منتخب العالمي، وخاصة التصريح ديال تصريح ديال رابح ماجر اللي صرح بأن حكيمي هو أفضل لاعب في البالون دور وخاصو ياخدها، وياسين بونو أسطورة، والمنتخب المغربي لا يقارن بأي منتخب إفريقي. إذن تم تسريب هذا المعطى، وكاع اللي تكالب علينا كلا العصا وتعرض للتأديب والإساءة والإعادة التربية. وهادشي كله كان شافي نكونوا حنا على حق. هادشي كله كان شافي أننا نكونوا على حق، وأن الجامعة بقيادة فوزي القجع ما عمرو تكالب على شي منتخب ولا ظلمنا ولا ظلم شي واحد. إلا حنا دائما الحملات المسمومة علينا، وديك الحملات المسمومة وهاد المباراة وهاد المباراة ديال السنغال ما خلات ما دارت فينا. وشوف جينا نشوفوا غير هاد المباراة ديال السنغال الأخيرة اللي لعبنا في كأس إفريقيا ما خلات ما دارت في المباراة النهائية 2026. ما خلاو ما داروا اللعابة في وسط الميدان، الطاقم الفني وبلطجية ديال الجماهير باش يديو الكأس بطريقة غير قانونية. والحقيقة المنتخب السنغالي بان على حقيقته في المونديال بأنه منتخب ضعيف. والاتحاد السنغالي دابا راه في حيرة من أمره، يعني الاتحاد السنغالي راه في الحيرة من الأمر ديالو بعد ما خرج المنتخب السنغالي وما دار والو، وخرج والو من الدور الأول بدون فوز. إذن البارح روجوا فوز المنتخب السنغالي مع 12 الليل، ونشروا واحد الوثيقة مفبركة. بمجرد سربوا المعلومة خرجوا بعض المواقع
والصفحات لأعداء الوطن، منهم الجزائريين اللي خرجوا كيفرحوا وخرجوا كيهلوا بخسارة المغرب لكأس إفريقيا. وشوف الوقاحة ديال هاد الناس فين وصلت. شوف هاد الجيران كيفاش دايرين. جيران خصكم نتوما ماشي خصكم نتوما ما تهضروش كاع. علاش كتفرحوا؟ فرحانين على سويسرا ربحاتكم، ولا الأرجنتين خارجين كيشمتوا فينا اللي حنا خارجين من ربع النهائي. فهادي هي فهادي راه خاصكم تحشموا. وفي نفس الوقت ونبقاو في نفس السياق أن المدرب الاتحاد السنغالي باب تياو تمت إقالة ديالو لأنه خسر مع أمريكا ومع فرنسا وجميع المباريات، وما قدم حتى شي إضافة للمنتخب السنغالي جديدة، فقط قدم لهم البلطجية وشوه بالاتحاد السنغالي لكرة القدم. إذن البلطجية اللي دار في المغرب وتشوه بالاتحاد السنغالي. إذن الاتحاد السنغالي خرج، والموقف ديالو خرج بخرجات. موقف الاتحاد السنغالي قام بإقالة هذا المدرب، لأنه شوه الكرة السنغالية، وشوه الكرة السنغالية منذ المباراة النهائية. إذن لتصحيح هذه المعلومة أن هذه الوثيقة مفبركة. وشوفوا كاش خرجوا بها هذه الوثيقة. خرجوا عندما عودة الفريق الوطني من كأس العالم مع 12 الليل. علاش؟ لأنهم كيعرفوا بأن الجماهير المغربية غاضبة على الطاقم الفني وعلى اللعابة ديالنا، وباش يزيدوا يحقدوا الجماهير المغربية على فوز القجع واللاعبين ديالنا. الناس بمجرد خط الرحال في المطار سلا مع 12 الليل خرجوا خبر طاس تحكم لصالح السنغال. جماهير في البداية وأنا أولهم صدقت الأمر بداية، لكن مع الوقت عرفت هذا الشيء مجرد كلام زائف، ما عنده حتى شي قيمة، فقط مجرد إشاعات. وعرفنا بأن المغرب عنده الأعداء كثار، وحنا دائما غادي نبقاو واقفين في جنب المنتخب، وواقفين كندافعوا على هذا البلد العزيز علينا وعلى الأمة الإسلامية. دوزوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.